بتعمله ده؟ انا بقول لك حاسب ده كلام كده اهو. ايه الو، مين اللي بيتكلم؟ حريقه؟ الو الو. بابا، ماما عايزاك. ماما؟ على التليفون. طب لحظة واحدة يا لميس. اتفضل. ايوه حبيبي. ايوه يا عبلة. مين اللي كلمك وقال لك كده؟ طيب انا هحصلك حالا. مع السلامة. خير يا بابا، في ايه؟ الفيلا القديمة بتتحرق. ايه؟ اطلعي اقعدي مع اخوك. طب خدني معاك. ما تسيبوش البيت. طب بابا. اطلعي اقعدي مع اخوك، اوعوا تخرجوا بره البيت. طب كلمني طمني والنبي. حاضر. خلي بالك اطلعي. من ماما. كله تمام؟ طيب مع السلامة. شفت يا مرسي؟ هتقول لي بقى قانون وإجراءات واهدى يا شكري والكلام بتاعك ده. لازم تعرف إن الحل عندي أنا. اللعبة مع الكبار صعب أوي. بصحتك يا باشا. في صحة بداية النهاية. الو. ايوه مين؟ ايوه انا الدكتور خير. الدكتور عبلة تبقى مراتي فعلا. ايه خير في ايه؟ مستشفى ايه؟ ليه؟ حادثة ايه؟ طيب انا جاي حالا. ايوه خيري، الحمد لله تمام. الحمد لله. خيري صوتك فيه حاجه مش مريحني، فيه ايه؟ ايه؟ مستشفى ايه؟ اهدى ازاي؟ قولي مستشفى ايه؟ طب انا جايه حالا، مع السلامه.
يا حرقة قلبي عليك يا حبيبي. يا ضنايا يا ضنايا يا كبد يا ابني. وبعدين ياما هنعمل ايه في الفلوس اللي طالبها المحامي تاني دي؟ والنبي يا بنتي ما انا عارفه، ده طالب شقلة فلوس غير الشقلة اللي خدها، ويا ريته حتى مريحنا. والله ياما ربنا اللي يعلم، حتتين الصيغه اللي في ايدي دول ما اقدرش اتصرف في جرام فيهم من غير من اذن من جوزي. وبعدين يعني بعد اللي حصل هو لا طايق يسمع سيره سيد ولا حتى طايق يسمع صوتي، ولو حاولت يعني ان انا استاذنه لا يمكن هيوافق نفرط في حتى خاتم. والنبي يا بنتي عنده حق، واخوكي بقى الله يسامحه ضيع نفسه وضيعنا معاه. طب والحل ياما؟ هنعمل ايه في الفلوس اللي طالبها المحامي؟ انا هقوم اروح لمراته اللي اسمها شوشه دي، هي طيبه وبنت حلال وربنا يحنن قلبها عليه. قومي بينا يا بنتي. يا ابني اللي بتقوله ده مش معقول. توصل بيهم الخسة والدناءة والإجرام إنهم يقتلوها. يا حاج أنا محامي وياما عدت عليا قضايا زي دي، واللي زي شكري جلال والمحامي بتاعه ممكن يعملوا أي حاجة عشان يكسبوا قضية. ممكن يسرقوا، ممكن يرشوا، ممكن يفسدوا ذمم، ولو وصلت للقتل هيقتلوا كمان. أعوذ بالله، ما كنتش أعرف إن في ناس بالشكل ده. يا حاج أنت أصلك لسه عايش في زمن طيب، لكن للأسف الناس اتغيرت خلاص. يا ساتر، للدرجة دي؟ وأكتر يا حاج. أنت لما تقرا الجرايد تزهق. الناس بقت بتقتل بعض عشان 5 جنيه. إزاي تستبعد بقى إن واحد زي شكري جلال ده شايف ابنه هيروح لحبل المشنقة وما يحاولش ينقذه بأي طريقة حتى لو كانت القتل، وخصوصا إنه معاه محامي زي مرسي خليل، رجل قانون، وهو أول واحد بيخالف القانون. وده النقابة سايباه ليه؟ محدش قادر يحاسبه لأن مفيش أي دليل ضده، لكن إن شاء الله يا حاج نهايته هتكون على إيدي، لأني مش هسكت وهقلب الدنيا كلها وهطلب تحقيق وهبلغ النيابة وأوجه لهم اتهامات. طب مش لما تسأل عبلة الأول؟ ما أنا طبعا هسألها يا حاج، وبعدين أنا مش ابن عمها وبس، أنا المحامي بتاعها ومعايا توكيل بالتصرف في كل شؤونها القانونية. أيوة معلش يا ابني، ربما يكون ليها وجهة نظر، اسألها الأول. ميرسي قوي يا خيري. ماما انا قلقانه عليكي قوي. انت كويسه؟ انا كويسه حبيبي، هتلاقي شويه خبطات على كدمات لكن هبقى كويسه. ماما انت لازم تعملي كل الاشاعات عشان نتاكد انك سليمه. لا ما تخافيش، البركه في بابا، عمل كل اللي لازم، ولولا ان هم مقعديني هنا بس 24 ساعه تحت الملاحظه كان زماني مروحه معاكم البيت. تروحي فين؟ مفيش داعي للاستعجال، من النهارده لبكره الدنيا مش هتنهد. احنا الاول نطمن عليكي وعلى الاشاعات وانها كلها سليمه، وبعدين تبقى تخرجي بالسلام. ماشي يا عم، سايبينكم راحتكم خالص. لا بطلي شقاوه بطلي. وانتش امنها يعني، بس سهون. أو دكتور جه. طمنا يا دكتور خير. هي كويسه، تقدروا تشوفوها. شكرا. اتفضل يا بابا. الف سلام عليك يا الله ماما. يسلمك. سلامتك يا حبيبي. ناعم يا ولد ناعم. سلام عليكم. اهلا حبيبي، اهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صالح؟ اتفضل. اهلا.